بسم الله. يا سلام، فطيرة التفاح بأسهل طريقة. لحتى نبلش بوصفتنا بالنسبة للمكونات، عندي 200 جرام من الزبدة و350 جرام من الطحين، فانيليا بيكنج بودر وبيضة وحدة وسكر ناعم ومعلقة لبن. وأول شي هون رح ننزل فوق الزبدة بالسكر الناعم، نحط الفانيليا والبيكنج بودر ونخلطهم كتير منيح. هلا رح ننزل بالطحين ومعلقة اللبن والبيضة ونكمل عجن. هيك يا جماعة عجينتي صارت جاهزة. هلا هيك يا حبابين رح نحط هي هون. ضروري كتير نغلفها بالستريتش لحتى نتركها ترتاح بالبراد تقريبا شي 10 دقائق ربع ساعة لبين ما نجهز التفاح عنا. وهذا هيك قوام العجينة صار عندي تمام. هلا رح نعمل لها هيك ونغطيها بالستريتش كتير منيح، ما نخليها تاخذ هواء ابدا. 1 2 3. هلا هيك يا جماعة رح نفوت على البراد لترتاح العجينة لبين ما نجهز التفاح وبنشوفكم. يلا. ولا هيك رح نقشر التفاح، نقشره ونقطعه. طبعا يفضل يكون التفاح الاحمر، هو بيعطي طعمه وبيستحمل انه هو يقعد معنا على الغاز اكثر. هلا هيك صار وقت التقطيع، رح نقطع هيك بهذا الشكل ونفضيهم على صحن فاضي. حتى هيك قطعناهم وصاروا جاهزين. رح ناخذ مقلاية، بدي معلقة زبدة كبيرة، نستنى الزبدة لحتى تذوب. بدي معلقتين كبار جوز. طبعا اول شيء لازم اقلي الجوز كتير منيح. وهيك مثل ما شايفين الجوز صار عندي جاهز. هلا رح ننزل فوقهم بمعلقتين سكر كبار. رح نبلش تقليب لحتى يتكرمل معي السكر شوي. بعد مرور دقيقتين رح ننزل بمعلقتين مية كبار. هلا هيك رح ننطر دقيقة واحدة بس وبعدين بننزل بالتفاح. هلا هيك صار الوقت ننزل بالتفاح. بسم الله. ونبلش تقليب ليختلطوا كلهم سوا. هلا هيك مثل ما لكم شايفين التفاح بلش يدبل عندي وتنزل منه المي شوي شوي، يعني تقريبا بده شغلة 10 دقائق وبيكون جاهز. هلا هيك بعد ما مر عليهم 5 دقائق بدي انزل كمان بمعلقة سكر كبيرة وتقريبا نص كاسة صغيرة مي. واخر اضافة هي القرفة الناعمة ومنقلب. هلا هيك يا جماعة التفاح صار عندي جاهز، شايفين هذا هو اللون وهيك بيكون تمام. هلا هيك يا جماعة التفاحات صاروا عنا جاهزين، اللون والريحة غير شكل. بسم الله. حنفضيهم هون نتركهم لحتى يبردوا كتير منيح. ولبين ما يبرد عندي التفاح عجينتي صارت جاهزة. رح نعملها هيك بهذا الشكل ونرش شوية طحين، ما بدي كتر طحين مشان ما تنشف معي العجينة. شايفين بهذا الشكل. هلا هيك رح بلش افرد فيها. بدي ضل عم افرد فيها لحتى اوصل للسماكة المطلوبة. اسهل طريقة لانه نحن نقلب العجين، بنرش شوية طحين هون، نعملها هيك وبنلفها على الشوبة كلياتها ونقلبها على الطرف الثاني. هلا هيك بنكمل فرد، رشة طحين كتير خفيفة وبنكمل فرد. هلا هيك يا جماعة وصلت للسماكة المطلوبة اللي بدي اياها، شايفين هاي هي السماكة اللي انا بدي اياها. هلا هيك رح بلش اقطع، رح استخدم هذا المقطع، انتم فيكم باي شيء، زبدية، كاسة، وبنبلش تقطيع هيك. شايفين السماكة؟ هي السماكة اللي انا بدي اياها. هلا هيك بنشيلهم وبنصفهم هون. رح ارجع اعجن هدول وافردهم واقطعهم كمان. هلا هيك بعد ما قطعناهم كلهم، شايفين قديش الموضوع سهل؟ انتم بس حركوا لي حالكم. هلا هيك مثل ما قلت لكم رح بلش احشي وحده وحده. رح نحط على القسم هذا اللي من هون، يعني على نص بس للقطعه. هلا هيك بعد ما حشيناهم كلهم للاخر لقمه. حلاوتها كتير ممتازه هيك. بلش نسكر فيهم شوي شوي مثل ما حكينا بهذا الشكل، شايفين؟ هي 2 3 4. هيك يا جماعه حشيناهم مثل ما شفتوا، موضوع كتير بسيط. خلينا ننتقل على الخطوه اللي بعدها. يلا. رح نجيب صينيه، لا زبده، رح بلش انقل فيهم وحده وحده. نشيلها هيك شوي شوي وبنحطها على الصينيه. 1 2 3. وهلا هيك بعد ما نقلناهم على الصينيه بدي اعمل هيك للتفاح واكبسه شوي لجوا مشان ما يطلع معي ابدا اثناء الخبز. شايفين بهذا الشكل. هلا هيك يا جماعه بدي ادهنهم بصفار بيضه وشويه حليب. طبعا الموضوع اختياري، اللي ما بيحب يدهنها بيض ما في اي مشكله،
بس انا مشان لانه بدي احط اضافه ثانيه، فمشان هيك مضطر اني انا ادهنها بالبيض. واخر اضافه هي الفستق الحلبي. اي نوع مكسرات ما في اي مشكله، شايفين بهذا الشكل. هلا هيك يا جماعه جاهزين لحتى نفوت على الفرن على درجه حراره 160 165. الفرن لازم يكون شغال فوق وتحت، بيقعدوا تقريبا شي 20 دقيقه. خلينا نشوف كيف راح يطلعوا معنا. يلا انا كثير متحمس. ولا هيك صار الوقت ان احنا نسحبها من الفرن. بسم الله. اوه يا سلام يا سلام، شوفوا لي هالمنظر ما احلاها، شوفوا الاناقه، شوفوا الدقه. ولا هيك رشه سكر بودره كثير على الخفيف. بسم الله. ولا هيك يا جماعه الفقره المفضله، صار وقت ندوق. يا سلام، شايفين احلى تفريخه العجينه؟ باينه انه كثير طريه وكثير خفيفه وابدا ما فيها تساوي. ناخذ اول لقمه ونقول بسم الله. ولا غلطه، العجينه طريه والتفاح حلاوته كثير معتدل، يعني لا حلوه كثير ولا قليل سكر، فهيك اخذنا نكهه ولا احلى من هيك. هيك يا جماعه كان الفيديو تبعنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ولا تنسوا تجربوها وتدعمونا. كان معكم الشيف احمد، سلام.